تخيل كده عالم ما فيهوش مساجد ولا كنائس ولا حتى مكتبة واحدة واقفة على حيلها. عالم وقعت كل عواصمه الكبيرة تحت حوافر خيول ما بتعرفش يعني ايه رحمة. الناس وقتها من كتر الرعب كانت بتهمس لبعض وتقول لو حد قالك ان المغول دول اتهزموا في يوم اوعى تصدقوا. عارف يعني ايه مغول؟ يعني إعصار بشري دمر في طريقه الصين وفارس وروسيا وحتى أوروبا الشرقية. ناس ما يعرفوش يعني إيه كلمة هزيمة. والنهاردة في سطر حضارة هنحكي إزاي الإخلاص رجع الأمل لأمة كانت بتطلع أنفاسها الأخيرة في معركة عين جالوت. تعالوا نعرف الحكاية إيه في سطر حضارة، وده لأن لكل سطر أثر ولكل حضارة قصة. وعشان نبدأ صح لازم نسأل هما مين أصلا الناس اللي كانوا قوة خارقة للطبيعة دول؟ التتار والمغول. في ناس كتير قوي بتتلخبط وتفتكر إنهم حاجة واحدة، بس المفاجأة إن في فرق بسيط. المغول دول هما الأصل، العيلة الكبيرة اللي جاية من هضبة منغوليا، ودول ناس طبيعتهم القاسية خلت قلوبهم حجر. أما التتار فدول كانوا قبيلة تانية خالص، بس كانوا شطار جدا في الحرب. ولما جنكيز خان اللي هو بالمناسبة مغولي الأصل قدر يوحد القبائل دي، غلب التتار وضموهم لجيشه بالعافية، وبقوا هم رأس الحرب، يعني اللي هم دايما في مقدمة الجيش اللي وشهم في وش العدو. فمن كتر ما التتار دول كانوا أشرار جدا وصدمتهم في الحرب مرعبة، الناس اللي بره زي العرب والفرس ما كانوش يعرفوا الفرق، لأن أول ما بيشوفوا التتار الأشرار دول في وشهم، فالاسم لزق فيهم كلهم وبقينا نقول عليهم تتار من كتر الرعب. والناس دي كانت بتتحرك بسرعة تخوف، كأنهم مش بشر. الواحد منهم يقدر يعيش فوق حصانه بالأيام، يشرب من لبن الخيل وينام وهو بيجري، وده اللي خلى العالم وقتها يصدق إن مفيش قوة على الأرض هتقدر توقفهم. والمصادر زي كتاب جامع التواريخ لرشيد الدين الهمداني بتقول إن قوتهم وتحملهم كان بجد حاجة مش طبيعية. المغول ما كانوش بيضربوا عشوائي، هم كانوا عايزين يسيطروا على طريق الحرير وموارد العالم. هولاكو حفيد جنكيز خان كان عينه على بغداد، لأنها وقتها كانت عاصمة الخلافة ورمز القوة الإسلامية. ففي سنة 656 هجريا حصروا المدينة ب200 ألف مقاتل. الخليفة العباسي وقتها المعتصم بالله كان فاكر إنهم هيتفاوضوا، بس المغول دخلوا وذبحوا الكل. المؤرخ ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ بيوصف بشاعة المشهد. قتلوا مئات الآلاف ورموا ملايين الكتب في نهر دجلة لحد ما النهر اتسد من الكتب واللون بقى أسود من الحبر. مش بغداد بس اللي حصل فيها كده، ده مسحوا مدن من على وجه الأرض قبلها، زي مدينة مارو ودي موجودة دلوقتي في تركمانستان في آسيا الوسطى، ومدينة نيسابور ودي موجودة في شمال شرق إيران. وهنا في معلومة مهمة، في إشاعة إنهم احتلوا الجزيرة العربية كلها، بس الحقيقة إنهم وصلوا لأطراف الشام وكانوا هيخبطوا على باب مكة، لكن عين جالوت كانت حتة السد اللي حمت الحجاز من المصير ده. وعشان نوصل للمعركة دي لازم نتعرف على البطل اللي بدأ الرحلة، وهو سيف الدين قطز. في الوقت اللي كانت بغداد بتقع فيه كان في ولد صغير حكايته بتوجع القلب، اسمه محمود بن ممدود، وده كان أمير وابن ملك الدولة الخوارزمية، ودي كانت موجودة في آسيا الوسطى وإيران في الوقت ده، بتبدأ من حدود الصين شرقا لحد حدود العراق غرب. فالمغول بقيادة جنكيز خان مسحوا الدولة دي من الخريطة في سنين قليلة جدا، زيها زي المدن العظيمة اللي احنا حكينا عنها قبل كده، وحولوها لركام. فده السبب اللي خلى محمود بن ممدود يتخطف ويتباع عبد في أسواق الشام، وبعدين وصل مصر لمماليك الملك الصالح أيوب. يعني الأمير اللي بقى عبد ده هو اللي اتسمى قطز، والاسم ده بلسانهم معناه الكلب الشرس، وده لأنه كان مقاتل ما بيهابش حد. طب إيه اللي خلاه عسكري؟ المماليك في مصر في الوقت ده كانوا أصلا عبيد، بيتم تدريبهم تدريب عسكري قاسي جدا عشان يبقوا هم الجيش. قطز بذكائه وإخلاصه بقى أتابك، يعني قائد الجيش. ولما التتار بعتوا يهددوا مصر كان الحاكم وقتها المنصور علي مجرد طفل عنده 15 سنة. قطز لقى إن مصر بتضيع
فعمل انقلاب أبيض وعزل السلطان عشان البلد وقتها كانت محتاجة رجل حرب، وقال للأمراء أنا مش عايز أكون ملك، أنا عايز أصد التتار، ولو كسبنا ابقوا اختاروا اللي انتوا عايزين. وده زي ما اتذكر في كتاب النجوم الزاهرة لابن تغريبادي. عشان نفهم العبقرية اللي حصلت لازم نعرف إن هولاكو بعد ما دمر بغداد كمل طريقه وداس بجيشه على دمشق وحلب وسيطر على بلاد الشام كلها. ما كانش قدامه عقبة تانية في العالم الإسلامي غير مصر. مصر في الوقت ده كانت هي الملاذ الأخير والمكان اللي اتجمع فيه كل العلماء والجنود والناس اللي هربت من جحيم التتار. هولاكو بعت رسالته لقطز مش عشان خايف منه، بالعكس ده كان نوع من أنواع الغرور والحرب النفسية، عايز يكسر عينه ويخليه يسلم البلد من غير قتال. وقال له بوضوح احنا جند الله في أرضه، مفيش مهرب مننا، لا خيولكم تسبقنا ولا سيوفكم تقطعنا. بس قطز اللي كان قلبه ميت من اللي شافه في أهله زمان كان عنده رد فعل ما كانش يخطر على بال جنكيز خان نفسه. قطز ما جمعش الأمراء عشان يشاورهم نسلم البلد ولا لأ، هو جمعهم عشان يشوفوا الرد. أمر الرسل بتوع هولاكو واللي كانوا 4 رسل إنهم يخرجوا قدام الناس، وفي لحظة واحدة أمر بقطع رؤوسهم كلهم. ما اكتفاش بكده، ده أمر إن الرؤوس دي تتعلق على باب زويلة في القاهرة عشان كل واحد خايف أو بيفكر في الاستسلام يشوف إن الستارة نزلت، ما بقاش في طريق للرجوع. الحركة دي كانت انتحار سياسي بالمنطق العادي، لكنها كانت حقنة أمل بالمنطق العسكري. قطز كان بيبعت رسالة للمصريين والمماليك إن الرقابة اللي بتتهدد بالرسايل هي اللي هتطير رقاب التتار في الميدان، وبكده قطز قطع لسان أي خاين كان ممكن يفكر يفتح أبواب مصر للتتار. معركة عين جالوت في فلسطين يوم 25 رمضان سنة 658 هجرية. دلوقتي لازم نسأل سؤال مهم جدا، ايه اللي وداهم فلسطين وليه المعركة كانت هناك بالظبط؟ قطز كان ذكي جدا، ما كانش عايز يستنى التتار لما يوصلوا حدود مصر ويهددوا البيوت والناس، فقرر ياخد المبادرة ويطلع يقابلهم بره. ففي الوقت ده التتار بقيادة قطبغة كانوا معسكرين في بلاد الشام، وقطز اتحرك بجيشه من القاهرة ووصل لمدينة عكا اللي كان فيها الصليبيين، وهناك عمل معاهم اتفاق حياد عشان يضمن ظهره. واختار وادي عين جالوت في فلسطين بالذات لسبب عبقري جدا. الوادي ده ضيق ومتحوط بتلال وجبال من كذا ناحية، وده أنسب مكان لعمل كمين لجيش كبير ومغرور زي التتار. يوم الجمعة 25 رمضان الشمس كانت لسه بتطلع وبدأ المشهد الأول. قطز ما ظهرش بجيشه كله، هو بعت الظاهر بيبرس، وده كان قائد شجاع جدا ودينامو المماليك، ومعاه فرقة صغيرة بس في وش الوادي. قطبغة أول ما شاف بيبرس افتكر إن ده كله جيش المسلمين، وبكل غباء وغرور أمر جيشه كله بالهجوم. بيبرس فضل يقاتل شوية وبعدين بدأ يمثل إنه بيتهزم وبيهرب لورا. قطبغة افتكر إنه كده بيكسب، فدخل بجيشه كله ورا بيبرس لحد ما بقوا في قلب الوادي الضيق، وفجأة دوت الطبول من كل ناحية وظهر قطز وبقية الجيش من ورا التلال، وبقوا التتار محبوسين زي الفئران في المصيدة. المعركة كانت طحن، التتار من صدمتهم حاربوا بغل وهجموا بكل قوتهم على الميسرة يعني الجناح الشمال لجيش قطز، لدرجة إنهم كانوا خلاص هيكسروه ويخرجوا من الوادي ويقلبوا الترابيزة على المسلمين. في اللحظة دي قطز شاف إن الدنيا هتضيع، فعمل حركة انتحارية، خلع خوذته ورمى نفسه في قلب السيوف وهو بيصرخ صرخته اللي هزت الأرض: وإسلامات يا الله انصر عبدك قطز. الجنود أول ما شافوا ملكهم بيعرض نفسه للموت عشانهم روحهم رجعت ليهم وضربوا ضربة رجل واحد. وفي عز المعمعة دي واحد من فرسان المماليك قدر يوصل لقطبغة قائد التتار وضربوا ضربة طيرت راسه. أول ما راس القائد وقعت الجيش التتاري اتكسر نفسيا وبدأوا يهربوا ناحية مدينة بيسان اللي كانت قريبة من الوادي. قطز مسكتش، ما سابهمش يهربوا، لحقهم لحد بيسان، وهناك دارت معركة تانية أشرس من الأولى، والتتار حاولوا يهربوا تاني لكن المماليك كملوا عليهم لحد ما مبقاش فيهم واحد يروح يحكي لهولاكو إيه اللي حصل. وبكده الأرض شربت دم الجيش اللي كان فاكر إن هو ما بيتهزمش. هولاكو
كان في مدينة تبريز في إيران وقتها، ولما عرف إن جيشه اتهزم وقائده المفضل كاتبغت ذبح وراسه اتعلقت في القاهرة، جن جنونه. كان عايز يجمع جيش تاني ويروح يمسح مصر، بس القدر ما اداهوش الفرصة دي. بدأت خناقات داخلية بينه وبين ابن عمه بركة خان زعيم مغول القفجاق، اللي كان أسلم وبقى يكره هولاكو بسبب اللي عمله في بغداد. هولاكو مات بحسرته بعدها بكام سنة، ومن هنا بدأت إمبراطورية المغول تتقسم وتضعف، ودخل كتير منهم في الإسلام وتحولوا من وحوش بيدمروا الحضارة لناس بيبنوها، وانتهى خطرهم للأبد كقوة بتهدد وجودنا. ففي النهاية عين جالوت ما كانتش مجرد نصر عسكري، دي كانت عملية إنقاذ للبشرية كلها. لو التتار كانوا كسبوا كان زمان مصر وشمال أفريقيا اتمسحوا من الخريطة، ما كانش هيفضل للإسلام ولا للغة العربية أثر يذكر. قطز كسب بالإخلاص، والدرس اللي بنتعلمه منه هو إن الأمل بيرجع لما بنخلص بجد في اللي احنا بنعمله. كنت معاكم آلاء في سطر وحضارة.